السلام عليكم، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ اموركم بخير وعلى خير. نتمنى الفيديو يلقاكم باحسن الاحوال، تكونوا كاملين مزيانين وكاملين بصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم معايا مره اخرى في وصفه من وصفات ياسمينه. اليوم بحول الله جيتكم بواحد لي سيجار، واحد لي ميني سيجار بعقده الكاوكاو والكراميل، كتجي فيهم واحد البنه خطيره ما تشبعوش منهم. اذا بلا ما نطول عليكم نبداو مع بركه الله مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه لهاد لي سيجار ديالنا فغادي نحتاجو الورقه بطبيعه الحال. بالنسبه للورقه ديال المعسلات فانا دائما كنستعمل هذه ديال تشينوس، كنشريوها هنا من لي ماغازان ديال الشينوا، ورخيصه ماشي غاليه. كاينه فيها الطامانيو الصغير والكبير، يعني العبارات اللي بغيتو كتلقاوهم عندهم. كاينه هذه الصغيره اصغر ما كاين، وكاينه اللي كبر منها. هنايا غادي نحتاج كذلك واحد نص كيلو ديال كاوكاو من الافضل يكون داك الصغير، هو اللي كيكون بنين، ما تاخدوش الكبير يكون بلا قشر. غادي نحتاج واحد طريقه ديال مسكه حره اللي طحنتها مع معلقه سكر كلاصي. غنحتاج واحد المعلقه كبيره من نكهه الكراميل. غنحتاج الزبده، وغنحتاج الماء زهر بطبيعه الحال، وغنحتاج الكراميل ليكيد اللي ما متوفرش عنده يمكن ليه يعوضو بالعسل. اذا هنايا اول حاجه غادي نبداو بها بالنسبه لهاد لي سيجار ديالنا فهي كاوكاو. بالنسبه للكاوكاو كما سبق ليا وقلت لكم من الافضل يكون داك الحجم ديالو صغير، هو اللي كيجي بنين في العقده. هنايا كنفرشو في واحد اللاطه وكنضيف عليه واحد المعلقه صغيره فقط ديال الزيت النباتيه. كنحاول ندهنو كامل وكندخلو الفران، كنشعل عليه من الفوق ومن التحت حتى كيتحمر ليا. وهذه هي افضل طريقه يمكن لكم تحمروا بها كاوكاو بالنسبه للعقده. كيجي حسن بزاف من الكاوكاو فاش كنقليوه في الزيت. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما تحمر ليا الكاوكاو ديالي، انا طحنته هنايا الطحنه الاولى، ما ضفت عليه والو، درت غير كاوكاو بوحدو. وهنايا عاد غادي نضيف عليه ديك المعلقه ديال السكر كلاصي اللي طحنت مع مسكه حره، وغادي نضيف ليه المعلقه ديال النكهه د الكراميل. وغادي نضيف كذلك 2 معالق كبارين ديال ماء الزهر. انا كندير عيني ميزانين، نتوما يمكن لكم تعبروا 2 معالق كبار بالضبط. غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال الزبده تكون لينه اولا تذوبوها الا كانت قاصحه. وغادي نضيف واحد المعلقه حتى ل2 كبارين ديال الكراميل ليكيد اللي ما توفرتش عنده يمكن ليه يعوضها بالعسل، 2 معالق كبارين. هنايا غادي نعاود نخدم الطحانه ديالي، ومره مره نبقى نوقفها ونبدا نحرك بشي معلقه داك الخليط هذاك ونعاود نطحنو. كيف ما كتشوفوا معايا العقده ديالي كنحصلوا عليها بهذا الشكل هذا، ما نخليهش كيتطحن بزاف حتى كيتنيل. هنايا غادي نشكلها على شكل حريبلات اللي هما رقاقين صغار، وانتم لكم الاختيار الا كنتو كتبغيوهم يجيوكم غلاظ كبروا في الحجم ديال دوك الحريبلات.
هنايا من بعد كناخد ديك الورقه ديالي. بالنسبه لهاد الورقه ديال الشينوا فهذه هي احسن ورقه للمعسلات او البريوات اللي يمكن لكم تستعملوا، ما كتقطعش وما كتهرسش واخا تبقى لكم مده طويله في الثلاجه. فقط يكفي انكم تحتفظوا بها في شي بلاستيكه. هنا كناخد الورقه ديالي كنحاول ندهنها بالزبده وكنتني على شكل سيجار من الجوانب بجوج وكنروليها. هنا يمكن لكم توجدوا شويه ديال الطحين بالماء باش تسدوا داك الطرف الاخير ديال السيجار ديالكم، اولا تخليوه حتى كتكملوا الصينيه ديالكم كامله عاد كتبقاو تسدوا ليهم الاطراف ديالهم، اما بالدقيق مع الماء او اما بالبياض ديال البيض. وكنستمروا بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل ديك العقده ديالي كامله. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما سالينا لي سيجار ديالنا كاملين كما سبق ليا وقلت لكم انا خليتها حتى لاخر حاجه، عاد خلطت شويه ديال الماء بالدقيق وكنسد ليهم دوك الاطراف ديالهم وغادي نقليوهم في الزيت اللي سخنا من قبل. وهنايا كما كتشوفوا معايا غادي نبداو نقليوهم حتى كيتحمروا لينا مزيان وكياخذوا لينا داك اللون الذهبي، ومباشره كنطفيوهم في العسل اللي موجدين. ضروري ان حنا نطفيوهم وهما باقيين سخان باش كيشربوا لينا كيتشربوا مزيان ديك العسيله هذيك. كنخليوهم هكذاك في ديك العسيله واحد ربع ساعه، من بعد عاد كنصفيوهم وكنقدموهم بالصحه والراحه. كيف ما كتشوفوا معايا هذا الشكل النهائي ديال لي سيجار ديالنا، لي سيجار بعقده الكاوكاو والكراميل، كيجيو شهوه منهم في المذاق بواحد العقده اللي هي معلكه ومنسمه من الداخل ومقرمشين من برا. بالنسبه لطريقه التزيين كيبقى لكم الاختيار، انا هنايا شكلتهم شويه زينتو باللوز ايفيلي، شويه بالكاوكاو محمر، الكاوكاو كونكاسي وبالزنجلان، وانتم كيبقى لكم الاختيار بطبيعه الحال. وهنايا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. كنشكركم بزاف على المتابعه وعلى الدعم ديالكم للقناه وعلى الرسائل اللي كتبعتوا بها. ما تنسوش تبارطاجيو القناه مع الاهل والاصدقاء ديالكم، وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم. ونشوفوا فيديو جديد مع وصفه جديده من وصفات ياسمينه، ونهاركم مبروك.